بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم ومع وصفة جديدة ورمضانية. جيت وجبت لكم معايا وصفة خبز البي، الخبز التونسي، وصفة مبسطة ومقادير اقتصادية والنتيجة أكثر من رائعة كما تشوفوا، مشربة ومعسل حتى للقلب. أروحوا معايا المقادير مباشرة. هنا البنات عندي ربع حبات تاع بيض، نصف كاس من السكر، عذروني ما واضحش هنا مليح، كاس من خليط ما بين لا مارغرين دايبه والزيت، كاس تاع لا شابلور، هنا كاس ونص من المكسرات، انا استعملت كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، ونصف كاس من الجوز واللوز. المنكهات استعملت لو زيت تاع السيترون والقهوه، وبلا ما نساو باكي تاع الخميره. نروحوا مباشره هنا نديروا الشربات هي الاولى، كاس ونصف من السكر على 3 كيسان تاع ماء فوق النار لمدة 10 دقائق. هنا بعد ما يذوب معنا السكر نضيفوا المنكهات اللي هي لو زيست والقهوة، ونروحوا مباشرة نضيفوا هذاك الكاس تاع الميلانج تاع ما بين لا مارغرين والزيت على 3 دفعات. دركا البنات نضيفوا المكسرات، وفي الاخير نضيفوا الكاس تاع لا شابلور مع الباكي تاع الخميره. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نجيبوا البلاطو 25 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، ندهنوه بشويه تاع زيت، نيطاليو هذاك الخليط تاعنا بيان في البلاطو. شوفوا كيفاه البنات ما يجيش عالي بزاف باسكو فيه الخميره راح يطلع معنا. ندخلوه مباشره للفرن لمدة 10 دقائق ماكسيموم ولا 15 دقيقة، ما تزيدوش، جوست ما يشيح ويحمر معاكم هكذا. مباشرة نسقيوه بهذيك الشربات وهي باردة، ونخليوه يشرب بيان ويبرد مليح، ومن بعد نقصوه ونشوفوه مع بعضنا في صحن التقديم. هاو البنات هنا بعد ما قصيت حبيبه هنايا جربتها ذقتها، الذوق ما نحكي لكمش اكثر من رائع. شوفوا كيفاه جا خفيف ومشرب ومعسل حتى للقلب. نروحوا تشوفوه معاي في صحن التقديم. الصورة تعبر عن نفسها. المهم البنات ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة ونالت رضاكم. ما تنساوش الجيم البنات، وبالنسبة للمشتركات اللي دخلوني جدد مرحبا بكم غالياتي. ما تنساوش تشاركوني في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل ما هو جديد. ونتمنى الوصفة هذه تنال رضاكم، وانتظروني في وصفات جديدة خاصة بشهر رمضان المعظم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.